ويحصل طبيعي ضرب طبيعي وكل دوت. طبيعي. ضرب ايه؟ ضرب. ايوه، في رجاله بتضرب ستاتها يعني يا حاج. فكرت ان احنا بنتضرب، فكرت لا 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 كنت لا لا لا. كوع اسمك عشان بس إيه؟ البيت هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ نتكلم إحنا عن قلنا ايه؟ الصمت، الرجولة اللي انت بتحكي ولا تتكلم؟ الرجولة نحكي ولا نصمت؟ يعني نفضفض ولا نكتم جوانا؟ انت ايه رأيك؟ والله يا حمو على حسب الموقف، حسب الموضوع. الموقف في والموضوع. دي مثال مثلا. في حاجات كده تبقى انت مثلا ممكن مخنوق مثلا في الشغل، فاهم؟ بعد المشاكل في البيت مثلا. لا خلينا ممكن نمسك الشغل عادي. انت قصدك يعني مثلا لو حاجة حصلت معاك في البيت في الشغل مش تحكيها في البيت؟ ولا قصدك لو مشكلة هنا ومشكلة هنا؟ بص يعني انا كمحمد بحاول اللي هو بفصل حياتي الشخصية عن الشغل. عن الشغل. بفصل الشغل عن الشغل. يعني ما ينفعش يبقى انت راجل متجوز وعندك مشكلة في الشغل، فاهم؟ تروح تحكيها مثلا لمراتك وانا متضايق في الشغل ومش عارف ايه. لا، هو عادي انت ممكن هو تتكلم، هم بيحسبوها مفيش حسبة مشكلة لان هي اه حياة مشاركة وزوجتك اكيد طبعا تبقى كده. بس هي ذنبها ايه اللي انت تعيشها شايلها هم. شايلها الهم؟ مم. حلو. كذلك العكس برضه. يعني يبقى عندي مشكلة في البيت، واروح بقى احكي بقى في الشغل والدنيا، ده انا معايا مراتي مطلعه عيني والمصاريف والعيال ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. مم. فاهم؟ يعني انت بتتكلم من وجهة نظرك اللي هو على حسب الموقف. حسب الموقف. مم. بس بالعكس انت ممكن انت في الشغل انت مش معاك مشكله في الشغل مثلا، انت متضايق شويه بتحكي لمراتك، ده عادي يعني. مم. بس بتحكي لها فاهم؟ طبعا اللي هو الحاجات اللي على الوش، مش اللي هو ايه؟ التفاصيل. بتحكي لها الحاجات اللي على الوش، مثلا شفتك عادي عادي. متضايق. اه والله انا متضايق في الشغل، ده عادي اللي انت ممكن ايه. مم. هي لو قلت بقى اللي هي شريكة حياتك او اهلك، لو انت مش شرط يبقى انت راجل متجوز ايوه يعني. ايوه. لان انت مجرد ان انت هتيجي تحكي مع اهلك مع امك مع ابوك هيتضايق اللي مضايقتك اللي انت متضايق في الشغل. اكيد طبعا. فمش كل الحاجه بتنفع تتحكي ممكن ولا. حاجات بسيطة ممكن تحكيها اللي هي اه ما تأثرش لا أوي والله انا يعني. متضايق شويه بس كده، في معايا مشكله في الشغل. ما تدخلش في تفاصيل. اه بحيث اللي هو ايه يديلك مساحتك الشخصيه مم. اللي انت تبقى قاعد فيها تفكر بقى في المشكله دي هتتحل ازاي يعني. بالظبط. وانت من نفسك مثلا بس لو محتاج مشورة او حاجة زي كده بتقول له ساعدني مثلا، ايه رأيك احط اه كده، فاهم؟ اه يعني انت على حسب الموقف. حسب الموقف. بس على الاغلب احنا كرجاله مش بنحكي اصلا يعني. لا لا لا، مين قال كده؟ أنا شايف ناس كتير ما بيحكوش. لا لا، مش كده يعني خالص. لا، يعني مثلا ممكن بيحكي اللي هو ايه، مثلا اللي هو انت بالاخص لو مش بيتكلم مع صاحبه. يعني احنا اصحاب ممكن نتكلم مع بعضينا، لكن مثلا زي ما انت قلت الاهل او شريكة حياته. ما مش كل بس على الناس الاغلب ينفع انا احكي معاها. بالظبط. بس انا ما انا بتكلم بحكي معاك مثلا محمد في مشكله مثلا في معايا في الشغل. الشغل. ماشي، بس والله بتكلم. الدنيا متكسره معايا في البيت مثلا شويه، خلاص مثلا المصاريف زادت عليا مثلا او حاجه مم. كده. انا بحكي معاك بفضفض بطلع اللي جوايا. مم. مش كله، في واحد بيعرف يكتب وفي واحد ما بيعرفش مم. يكتب. عشان كده بقول لك ايه، على حسب الموقف وحسب الشخصيه برضك اللي قدامك ايه كده. مم. ولازم برضك انت تراعي الشعور اللي قدامك. يعني انا مثلا بتكلم مع محمد، انا عارف ان محمد هيتقبل مني الكلام او محمد هيديني النصيحه. مش هيقول لك بقى مثلا اجي بشكي له يقول لك ايه وانا والله الدنيا متكسره معايا وندخل بقى ايه عارف قصدك حرب ايه. بقى وسباق. والله الدنيا متكسره معايا، انا الدنيا متدشمله معايا. طب انا كنت عيان امبارح، انا كنت ميت اول امبارح. ايه يا عم احنا داخلين سباق ولا ايه؟ لا مش كده يابا خالص، في لا. ناس فعلا كده اللي هو جاي اشكي لك، انت جاي تزودها عليا. انا جاي بشكي لك بفضفض اللي جوايا، بتكلم بفكر بصوت عالي يعني. مش شرط فاهم، مش شرط تفيدني، بس اللي هو ايه بفك، انا بفك. مش عايز منك اه نصيحه، اسمعني بس وخلاص. اي لا مش شرط يعني. معلش انا انا بتكلم بتكلم عن النوعيه اللي هم اللي في ناس كده. لازم في ناس يرد كده، عليك في ناس. انا وانا وبتاع. لكن في مثلا ممكن انا باخد نصايح ياما من محمد ومحمد بياخد نصايح ياما مني. عادي ما تفرقش. في ناس برضه ايه. كتير لا بس انا شايف في رجاله كتير. حتى كان في فتره كده كان في فيديو نزل على النت،
كانت بنت كده بتتكلم، يعني هو من فتره مش قريب يعني، اجنبيه، هي بتقول مش عارف انا لما بتضايق بحكي لصاحبتي والرجاله ما اعرفش ايه. فايه كذا حد من الرجاله شباب يعني بيقول لك لا احنا ما بنحكيش، ما عندناش حد بنحكي له، او احنا كرجاله طبعا ما بنحكيش. لا حمو بص، لا بس الاجانب في. حاجه لا هو احنا والمصريين بالعكس، حاجه. بالعكس، ده الاجانب اكتر ناس عندهم الشير وانا معاك في اي حاجه وكل حاجه. مع البنات والحريم مش عامه. عارف، لا بس انا بتكلم لا كمشاكل. لا اكتر بس في العالم كله الحريم. بتتكلم جدعانه عن مع الحريم بس يعني. كات. لا والله. يعني انا اقول لك على حاجه، انا لسه شايف فيديو كان اول امبارح تقريبا، واحد كده بيحكي موقف طريف والله. عمل حادثه، واقف بقاله ساعه ما حدش عبره. ماشي، واحده العربيه سكنت منها، عملت كده الشباب بس. كلها واقفه بتساعدها يعني. يرجع يقول لك احنا موجودين حقنا اهو. يقول لك انت مجتمع ذكوري، مجتمع مش عارف ايه. لا يا اما مفيش الكلام دوت، مفيش. لا بالنسبه للمواقف ديت اللي انت بتتكلم فيها، انا برضه شفت فيديو من يومين ثلاثه، كان اللي كنت بقول لك عليه ده، اللي هو كان ايه، مش عارف هو يا اما حد مصور بموبايل حاجه حقيقيه، يا اما حته من مسلسل، مش فاكر، مش فاهم يعني. واحد كان بيزعق، تمام، ومراته واقفه قدامه، ف يعني خلاص هو متعصب بقى بيهبد وبتاع والكلام ده، راحت هي واخداه بالحضن هدى، تمام. ده فين ده، في مصر؟ لا ده جانب طبعا، هي مفيش الكلام ده. انا استغربت والله. هتعرفنا نزعل على القهوه مع اصحابك. والله حتى نجيب مع اصحابك جدا كتفونا خلينا ساكتين. ايه الحزام؟ لا يا ريت والله. انت كويس يا ابني. الحمد لله الحمد لله. اعمل الاشارات اللي هي الانقاذ دي، مش عارف. لو مخطوف ولا حاجه غمز لنا. لا لا والله، بس بجد اللي هو ايه، اجانب هم طبعا، فحضنته وبتاع، لقيت لك بقى الكومنتات كلها، الراجل من غير الست ولا حاجه، ولا كنا عايزين امرأة. بالظبط. طب حلو والله يعني. هم فيمينيست دول، بس لا حساب. خلينا نتكلم في نقطة حلوة أهو محمد. ماشي. اللي بيقول لك ايه، وراك كل راجل عظيم امرأة، مجالك بقى لو ورا أربعة. انت مش داخل البيت النهارده. معلش لا خلينا احنا رجالة أوي ما نخافش الحمد لله. لا باين عليك. لا والله يعني بجد انت بتقول ايه، وراك كل راجل عظيم امرأة، فاهم؟ واللي احنا الرجالة لازم يبقى ورا الست. تمام، مالك بقى انا اتجوزت يعني ايه رايك؟ ابقى عزيم 4 مرات. ده شغل فاكر على لا بعيد عن الهزار. لا بس انا بتكلم اللي يعني في الكومنتات او الفكره عامه، اللي هم ركنوا يعني ايه، ركنوا مسؤوليه الراجل ومسكوا في الحضن بس، فاهم انت؟ ناسوا بقى ان الراجل دوت من الصبح شغال، شايل مسؤوليه، مصاريف، ضغط، مشاكل شغل، فاهم انت؟ أنا مش بقلل منها، عارف كل ده ممكن يعدي. انا عايز اقول لك على حاجه، بس على الفيديو ده انا ما شفتوش والله، بس انا متاكد منه. ممكن يكون هي ديت اصلا نص النصايب. ما هم جايبين الفيديو من اوله. ايوه هم جايبين الحته وبيزعقوا، جاب لك بس الحته اللي هم عايزين ينشروها بالظبط كده. بس ما يمكن هي اللي مخليها تكلم نفسه. الان دلوقتي اللي حاصله في مصر، اللي يلحق يطلع التليفون الاول هو اللي صح، هو الكسبان. الايام ديت اللي هو مثلا كمثال انا بستفزك، اول ما تشتمني كده طالع التليفون، بص بيشتمنا اهو. فهو ممكن بقى زي ما انت بتقول كده. بس بغض النظر حتى لو هي مستفزه او لا، تمام، بنتكلم كفكره اللي هو ايه. ما هو لازم برضه الناس اللي بتشاهد الحاجات ديت او المجتمع لا النت بيصدقوا اي حاجه. لا هو لازم يبقى في، انت عندك ربنا خلق لك عقل، لازم تميز. ما حدش بيشغله. ما في ممكن تبقى الموقف اللي انت بتقول عليه ده يكون ايه، اي مثلا لا هو مش اي، بس في ناس حتى زي ما انت بتتكلم في ناس كتير بيصدق اي ما بيشغلش دماغها، يعني اللي هو ايه ده بجد وبتاع والكلام دوت. ايوه وتفوتها. بس الفكره ان هم يكون يعني نسوا دور الراجل، فاهم انت؟ مسكوا في الحضن، اللي هم الفيمينيست دول، اللي هم اللي بيدعموا النساء بس، يعني مسكوا في حته اللي هو ايه، بص هي زي لطيفه، هي من غير ولا حاجه، هي معرفش ايه. طب دور الراجل فين؟ يعني معيش في الكلمه، الراجل شغال من الصبح وطالع، مش عايز اقول طالع ايه، طالع عينه مثلا، فاهم؟ وبيتبهدل وضغط وبتاع، وقت ما انفجر وهي عملت كده، خلاص ده الراجل اتنسى، وهي الحضن دوت يبقى بالنسبه له كل حاجه. انا مش بقلل منها طبعا، مش بقلل طبعا، ربنا يعني يخليني. خلينا بس ايه نتكلم في حاجه برضو، وبعدين تبقى نصيحه برضو من ضمن نصيحه الحلقه، فاهم؟ اللي بيحصل دوت
برضه هنرجع في الاول وفي الاخر هنقوله ان احنا بعيدنا كمسلمين، عشان اخواتنا المسيحيين بس ما يزعلوش. ما كمسلمين دخلش احنا لا انا عشان في لا، عشان في ناس بس ما تقدرش متشدد، وناس يقول لك مش عارف ايه وكده، لا احنا بنقوله احترامنا للجميع يعني. فاهم؟ بس احنا عندنا في الاسلام، فاهم، احنا كمسلمين الاغلبيه الا من رحم ربي طبعا، بيقولوا اللي هو إيه، بعدنا عن ربنا وبعدنا عن الشريعه. فاهم؟ يعني المفروض الرجال قوامون على النساء بما ايه، بما انفقوا. فالراجل مكتوب اللي هو بيصرف يعمل بيته، ما يخليهاش ناقصه حاجه. على قد فاهم؟ مستطاعته يعني. وهي برضو كمحمد لازم تبقى ايه، ست اصيله. ايوه طبعا. زي امهاتنا كده وجداتنا كمان. فاهم؟ اللي الجيل هو الجديد ايه، ده ربنا يعني يكون في عونه بصراحه اللي يعني. هو لازم كنا يبقى في صبر. انا اراعي برضو ظروف الحياه بقت صعبه، مش كل حاجه بقى ايه، لا ماليش دعوه، الراجل المفروض هو اللي يصرف وهو اللي يعمل ولازم تجيب لي ولازم تسوي لي. طب معلش يا ستي، هو انت دلوقتي شفتيه معاه وبخيل عليكي؟ لا. ولا هو غصبا عنه؟ على حسب غصبا عنه لازم نشيلوه. بالظبط. لكن الكلام بقى انت بقى توحي بقى معاه امتى؟ هو كان بيشيلها برضه. لما يكون معاه انت شايفه وعارفه اللي هو معاه، ما بيصرفش عليكي ولا بيجيب لك اللي انت عايزاه. لكن بقى انت تقعدي بقى تتفرجي على مثلا ورضوى الشربيني والكلام دوت. مش عايزين نتكلموا في ماليش دعوه بالكلام ده، عشان نتكلم عن لا، هي بتتكلم عن حقوق المرأة واحنا لازم نتكلم عن حقوق الراجل. لا بس مش هنتكلم هي شخصيا، مش هي شخصية. انا بتكلم هي ومذيعات تانية كتير انا مش فاكر اساميهم يعني. كويس اللي احنا مش عارفين اساميهم بره عننا يعني، احنا فاهم اللي هو ايه. طب انت معلش اي مذيعة مثلا من اللي هي بتسخن الدنيا، مش هنقول له بقى اسامي عشان ايه ما يبقاش كده، هي بتعمل مكياج بكام وبتاخد فلوس قد ايه وبتقبض قد كده في الحلقه، وانت جوزك بيقبض كام مثلا يعني؟ ده هي في الحلقه ديت الميك اب ارتست بياخد منها مثلا 10000 جنيه و20000 و50000 كده. انت جوزك يعني بياخد كام؟ 3000 جنيه، 7000 جنيه، 10000 جنيه. بيعملوا ايه؟ ما يعملوش حاجه والله، اقسم لك بالله. انت احمدي ربنا اللي انت معاكي واحد مخليكي معززه مكرمه. فاهمه؟ السوق هو بيجيبهولك، انت ما بتنزلش السوق ولا بتعملي اي حاجه. فاهمه؟ اللي انت عايزاه بتجيبهولك. حس بالحته دي. المفروض برضه هما كمان برضه كانوا في المقابل يعني، مثلا انت راجل بتشقى والكلام دوت، هي بتتكلم في حقوقها بس، تمام؟ طب انت فين حقوقي انا كراجل مثلا؟ مش هتدخل برضه تفاصيل، بس اللي هو مثلا ايه، رب العيال صح، ما يجيش الاقي له مثلا الولد بيمسك التليفون بيتفرج على الكلام يا اخوان محمد قلت لك ايه؟ اتقي ربنا. اللي هو ايه، احنا بعدنا عن الدين. والله شوف الدين بيقول لك حقوقك ايه وواجباتك ايه، ايه واجباتك ناحيه الزوج، وهو برضك يشوف ايه واجباته وايه حقوقه، وكل واحد على قد ما استطاعته سواء الست او الراجل طبعا، ما حدش بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. مش مستحيل مش بنقوله برضك كلها وحشه ولا كلها حلوه ولا كلها نعم ولا كلها السيد ولا كلها كده. عايز بقى على بعض بس ويتقوا ربنا في بعض خاصة برضك لو في عيال ما بينكم. يعني انت حاولوا تفتكروا في بعض حاجة حلوة. لا المشكلة اللي هم بيقفوا لبعض على الواحدة الاثنين كراجل وكست. بيقفوا لبعض على الواحدة، انت تفتكري له حاجة حلوة وتنشنوا بجد ماشي، وهو يفتكر لك حاجة حلوة، هتلاقي الدنيا مشت. برضك الكلام اللي احنا بنقوله دوت عشان ايه ما حدش ياخدنا اللي احنا المثاليين اللي هو مفيش مننا، ولا احنا بيحصل مشاكل ويحصل ضرب وكل دوت. طبيعي ضرب. ايه؟ ضرب. ايوه في رجاله بتضرب ستاتها يعني يا حاج. فكرت احنا بنتضرب لا كوع اسمك عشان بس البيت لا عادي يا بره. كان السيف بتاعك كان مشغول بيه. ربنا يخليك يا حمد، والله عارف 1000 بيت الحمد لله الحمد لله. لا بس ربنا يدوم لنا ويبارك لنا فيهم. بجد، لان الجيل دوت في حته الجوازات كلها تتجوز سنه واثنين وثلاثه بيطلقوا. مش عارف فيه بصراحه، ربنا يهديهم يعني بصراحه. ايوه يا حمد، عارف ليه؟ عشان الموضوع بص بيقول لك منبني على باطل فهو باطل. دلوقتي الشاب لما بيجي يخطب الواحده بتيجي نعمل شاي. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ شاي زردة لزوم القعده الحلو، الزردة الليبي.
بس خلاص عشان مبقاش اخر تقيل. شويه بس كده، نولع عليه. نسبة الطلاق كترت وكده، علشان في أول العلاقة تبتدي بكده، وبنبني على بطء، فهو بطء. تقول لي ازاي؟ ازاي؟ الشاب دلوقتي فاهم، أول لما يجي يتعرف على واحدة ولا عايز يتقدم لواحدة، تلاقيه بص راسم نفسه في الاول، اه مفيش منه اتنين برفانات ايه، طقومة ايه، فلوس ايه، غير هو الكلام. شغال بقى. لا الشغل مش عيب، بس غير الكلام. لا انا مش بتكلم شغل عيب ولا مش عيب، كلام كمظهر. ايه لا هو شغال مثلا شغلانه، اي شغلانه شريفه اي يعني. يكن يعني. بيحسسها اللي هو مدير بنك، فاهم. في ناس اللي هي بتأجر عربيات ومش عارف ايه، هي بقى تشوف الولد ده، اوه انت اللي مفيش منك اتنين، انت لازم تتجوزني، انت تبقى جوزي، الكلام الحلو ده. تيجي للبيت تلاقيها برضو مستواها المادي والمعيشي عادي زينا هنا، بس هي عايش دور مش متوسط، ده اقل كمان ممكن من المتوسط. زينا كده تحت الصفر. اه مع احترامي والله الكل يعني، موجود زينا، مش ولا بقول بقلل، حاجة. مش بقلل من حد أيوة. يعني. بس بنتكلم كفكره فيها مش لبس عايشه ايه، المود بتاعها، مش عايشه المستوى مكياج بتاعها. ايه، فاهم، تحسسك اللي هي وكلمتين انجليزي وبتاع اللي هي اللي هي من سان ستيفانو بقى هي مثلا من سان ستيفانو، وهي من منطقه شعبيه، من مش تحت هنقول الكوبري، تحت الكوبري. من تحت الكوبري، فاهم. هو ايه بيتخدع فيها وهي تتخدع فيه، فاهم. تيجي بقى ايه اول بقى ايه الجواز، الدنيا برضه الكينج زوادي في الخلاط. هتلاقي ولا هي شايله مسؤوليه ولا هو شايل مسؤوليه، مفيش. واخدين مفكرين الجواز ده اللي هو بيحبك بتحبيني وبتاع وطول فترة الخطوبة ايه بيبي ومش عارف ايه، آه. ونسمي عيالنا ايه، اه وندخلهم الحته مدارس دي فعلا. انترناشونال هو اصلا في التليفون بيعصر الجبنه. ده كل رغيف حلو. وهي تقول له انا بعمل شعري كل يوم عند بالجاز. صغير، لا عند بتاع كوافير المشهور، فاهم انت، عند رنا منصور، عند مش عارف ايه، مش ضايق حد والله، فاهم. تيجي بقى ايه اول الجواز بقى، اول يوم يا باشا، بقول لك ايه، عايز الدهب ده واتشال معايا وصب العمل، انا عايز تستدم بقى، فاهم. مش عيب، هي ممكن تقف معاه، مش كفكره دي مش عيب برضه. ما هي في الاول لا بس انت بتتكلم كفكره الايه اللي هو انا يا اما هنا يا اما هناك، ايوه فاهم، عشان بس الناس تفهم، عشان ما يفكروش اللي هو ايه ده موضوع كله بيبقى طبيعي. لا ايوه ده احنا بنتكلم على الحياه الواقع بتاعنا، هو بنتكلم عادي، احنا بنفضفض يعني، مش بيتكلم كفكره اللي هو ايه، مثلا يبقى هو راسم اللي هو مثلا الولد كمثال مرتاح ماديا ومش فارق معاه الفلوس، وبعد الجواز يلا هاتي بيعي يلا اعملي، تلاقي وبعد الدنيا كده انت متكسره. حتى 3 معالق سكر ليه في الشاي، هي معلقتين كفايه ولا معلقه واحده كفايه، ويضحك عليك يقول لك حط صبعك بس، هو اصلا خايف على السكر. كده يعني بتاخدوا بقى ايه يضحكوا على بعض، فاهم. هي بقى هنا بقى تبان بقى الحقيقه بالظبط. هو باين الحقيقه، هو اللي انت لازم تستحمليني وانت مش عارف ايه، وهي تقول له انت لازم تستحملني وانت واخدني مش عارف ايه ومش عارف ايه، في ايه يا حاج، في ايه يا حاج انت، هو مطالب على فكره، هو بيحصل الصدمه بقى. عشان انت من شويه قلت بس مطالب ان احنا ايه نستحملوا بعضينا، هي دي نقره ودي نقره، عشان ما حدش يقول لك انت بتناقضوا بعضيكم في الكلام. يعني انت من شويه قلت ايه الدين او كده، احنا بنتكلم هنا كراجل، حته اللي هو ايه نستحمل بعضينا، راجل بيشقى وبيتعب وكل حاجه وداخل. ايوه بس ما دوت ده يبقى ايه، احنا بنقول يبقى صريح من الاول. انا فاهم، بس والله يا بنت عشان ما حدش الناس يفكر اللي احنا ايه قلنا على الكلمتين عكس بعض، زي انت لا مش بنعكس، مش بنعكس على زي ما بتقول بعض. نستحمله، زي دلوقتي بتقول هو ما عادش بيضحك عليها، لا هو بيتكلم. لا انا بقول ان الطلاق بيحصل بسبب الخداع والكذب في الاول خالص. بالظبط. فبقى مثلا انا بقول على اسباب الطلاق دلوقتي، مش بقول على المعيشه كلها. انا بتكلم دلوقتي الشباب الصغير والسن الصغير بيحصل بينهم طلاق ياما وطلاق كتير بسبب اللي هم بيبداوا الموضوع غش وكده. بالظبط. ده بيضحك عليها بالكلمتين وهي بتضحك عليه بالكلمتين، وهنا باللبس وهنا باللبس وبالمظهر، فاهم. لكن هو لو بيتقي ربنا يعني من الاول خالص، مش هنقول بقى بيصلي وكده، لا يا عم انا بقى بنتكلم بقى على الراجل عموما، مش بتكلم كدين دلوقتي يعني. ايوه مش بنتكلم على دين، احنا بنتكلم على الراجل عموما. بالظبط. لازم يبقى ايه لما هو يتقي ربنا، والله يا بنت الناس والله يا بنت الحلال انا شغال في الحته الفلانيه ومقدرتي كذا مرتبي على قدي، وانا هجيب الحاجه الفلانيه
كده ومعاشتنا بعد الجواز طب 1 2 3 لحد ما ربنا يكرمك. وهي تقول له الحقيقه والله، وهي بتقول لك ايه، لا انا مش هقدر والله، انا مستواي المادي فعلا كذا، انا خدت على عيشه برينج معين وحاجات معينه، فانا مش هقدر اكمل معاك. يبقى ايه، شيل ضميرنا يرتاح ده عندك، كل واحد ربنا ايه جاب رزق عرف اللي ليه واللي عليه ايه. هو رايح دماغه خلاص، هو ربنا هيكتب له واحده بنت حلال على قد، وهي ربنا يرزقها على حد برضه يعني، وهي برضه كان ربنا يكرمها ايه بابن الحلال. مش بقى انا اعيش الدور تعيش الدور في الاخر نتصدموا، وفي الاخر بقى المشكله في كده يجي عيل في النص، طفل في النص هو اللي ويتبهدل، هو اللي بيتبهدل. بعد سنه حصل طلاق لا قدر الله، بتلاقي العيل في الاول في الاخر هو اللي بيتبهدل. يا دي الشاي وصل، احلى شاي يا عم، يلا اتفضلوا معانا يا باشا. صبوا بقى سخنه؟ لا الحمد لله. لو شربت الكوبايات ديت هتفلقها نجيبها بالنيش. هو يقول لي عليها في القايمه. بمناسبه القايمه، نرجع موضوع القايمه. يا ريت والله الاهالي يتقوا ربنا شويه ويسروا ولا تعسروا زي ما الرسول امرنا. ما يبقاش يعني انت عارف الشاب دلوقتي بيبتدي حياته، ما تجيش انت تجوز بنتك لواحد وعايزه هو لسه بيبتدي حياته وعايش بنتك المستوى اللي هي واقفه فيه دلوقتي. احسبها كده، انت لما جيت تتجوز، مش هقول لك بقى ايامك بقى كانت الدنيا رخيصه والدنيا حلوه والدنيا وحشه والدنيا صعبه والكلام ده. انت دلوقتي لما جيت تتجوز بدات حياتك بالمرتب اللي انت بتاخده دلوقتي، ولا كان على قدك انت ومراتك بس؟ بعد كده لما ربنا كرمك بالعيال بقى كل عيل بيجي برزقه وكل حاجه بتيجي برزقها. فانت اتقي ربنا، لكل اب وكل ام اتقوا ربنا في عيالكم. والشباب برضه يا ابني اتقي ربنا. هو اصلا كمان في بيت الناس، ثواني حمو معلش لما طلع كلامك. انت يا ابني اتقي ربنا في بيت الناس اللي انت هتروح تاخدها. مش معنى اللي هو ابوها مش هيكتب لك قايمه ولا يكتب لك حاجات قليله او يكتب حاجتها بس، اللي انت تقول اللي هي ديت سهله ولا رخيصه ولا انا اتحكم فيها ولا هي، لا، هو اتقي ربنا فيك واعتبرك ابنه، انت كمان تتقي ربنا فيهم وتعتبرها اللي هي اختك، فاهم؟ قبل ما تكون مراتك اتقي ربنا في بعض. ايوه، ما اكيد برضه يبقى عنده اخت بنت حصل معاه نفس الموقف. ايوه، اصل في ناس يا محمد بتيجي ايه، يبقى الراجل كتر خيره ما رضاش جوز بنته على قايمه، ظروفه وبتاع، فاهم؟ وقال لك ايه ده شاب وبلاش صعب الامور عليه، يجي هو يهينها ويبهدلها، يقول لك ايه، ما انا مش هدفع قايمه بقى، مش هتبهدل في المحاكم، انا هنا براحتي، دي رخيصه، ده اهلها ما صدقوا خلصوا منها. لا يا باشا مش كده، وربنا ما بيتسيبش طبعا. حلو، هترد له في اخته، هترد له بعدين، هترد له في كل حاجه. فاحنا بنقول له ايه، انت تتقي ربنا فيها وهي تتقي ربنا فيك برضه. تقول له والله ايه ده كتر خيره، اللي هو مش واحد مثلا خدني ويضحك عليا ولا ماشي معايا في الحرام ولا ضحك عليها. هم فاهمين كل حاجه، بس ممكن يكون في ناس مش فاهمه، بيضحك عليهم بسهوله. قلت له والله ده راجل داخل الباب من بيته، داخل شاريني، عاوزني، عايز يتقي ربنا فيا، عايز يكون بيت. سيبك بقى من اللي بيضحك عليك انت ام العيال وام ادم وام مش عارف ايه، فاهم؟ وانت الحته الجوانيه ويضحك عليكي بالكلام دوت، وفي الاخر هيطلع عين امك ومش هتقدري تفتحي بقك دي عنديه. الحقيقه عليك ما تفكريش اللي هو وبتاع بيطير في الجو ويشخ رفسه زي ما بيقولوا. والله فكرة ديت الرجوله ودي العضلات، انا همشي معاها واتصيط على حس يعني. لا يا باشا، لا هو اصلا هتيجي بتاخد على قفاه، ما هو تاني على قفاه، هي بتيجي معاها بقى اللي هو ايه بطل الابطال ده.